نفسكم تعملوا كيكة من أول مرة وما تفشلش معاكم؟ جربوا بقى الكيكة دي، وأنا وعدكم إنها مش ممكن تفشل معاكم وتكون طرية وهشة زي القطن. يلا بينا على الوصفة، بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. احنا هنشتغل المقادير كلها يا بنات في الخلاط العادي بتاعنا. أنا عندي كده الخلاط هنزل فيه ببيضتين يكونوا بدرجة حرارة الغرفة يا بنات. تمام كده، وهنبدأ نضربهم ضربة خفيفة وبعد كده نفتح عليهم. خلاص ضربناهم كده الضربة الخفيفة، هنوقف بقى عشان بيطرطشوا بيغرقوا الدنيا، وهننزل عليهم بفانيليا بالبرتقال. ريحة البرتقان يا بنات روعة. لو ما عندكيش الفانيليا بالبرتقان عندك بشر برتقان محتفظة بيه حطيه، برضه هتفي بالغرض. وهنضربهم، وبعد ما هنضربهم هننزل عليهم بكوباية من السكر. سكر بقى تموين، سكر ابيض، اي سكر عندك ان شاء الله هتبقى زي الفل معاكي. وبرضه هنضربهم، وبعد ما نضربهم هننزل باللبن. اهم حاجه يا بنات السكر يدوب. بما اننا نزلنا اللبن طولي شويه في المرحله دي، لان هو بياخد وقت طويل لما بيدوب مع البيض، لكن لما بتحطي اللبن عليهم بيبدا يدوب اسرع. واللبن شغال كده مع البيض مع الخليط كله، هنزل عليهم بنص كوبايه من الزيت. تمام كده يا بنات، اصبروا عليه بقى دقيقه او دقيقتين. بص انا بعمل ايه بالاسباتيولا، بشوف كده الحبيبات دابت ولا لا بتاعت السكر. مش عايزين اي تكتلات في الكيكه بتاعتنا، علشان كده بتاكد ان السكر كله داب. لازم يدوب معاكي. اضربي وحطي كده الاسباتيولا وافضلي روحي يمين وشمال. لو سمعتي صوت خروشه تحت يبقى لسه ما دابش. تمام كده، هو كده داب معايا. بصي عامل ازاي هش وجميل، ولسه ما بدأناش في المقادير. ومعايا هنا كوبايتين من الدقيق، هنزل عليهم برشه ملح صغيره، وهنزل عليهم بمعلقتين مهرمين من النشا، وهقلب الخليط ده كله مع بعضه. خليكم معايا يا بنات واحده واحده. وهبدا انزل بالدقيق بتاعي على 3 مرات. دي اول مره هنبدا ننخله زي ما انتم شايفين كده، وهنعديه من خلال المصفى. انا نخلته مره قبل كده يا بنات، ودي تاني مره. عايزه تنخليه مرتين كمان او 3 هتبقى جميله برضو، هتبقى حلوه مش وحشه. بس انا بصراحه دي تاني مره، يعني انا نخلته مره ودي تاني مره. وبدات ان انا ادوب كده الخليط واقلبه في قلب ادوب الدقيق عفوا في قلب الخليط بتاعنا. وهنزل عليه بقى بالجزء التاني من الدقيق. انت انزلي بيه 3 مرات. تمام، ومش عايزاكوا تقلبوا كتير يا بنات. بمجرد الدقيق ما يختفي توقفوا تقليب، لان التقليب فيها كتير برضو مش كويس. تمام كده، خلاص هو كده دب معانا. ابدا بقى ان انا احط اخر جزء في الدقيق، وبرضو هعديه من خلال المصفى بتاعتي، وهقلب. اهم حاجه يا بنات وانتوا بتقلبوا زي ما قلت لكم ما تكتروش قوي في التقليب. بمجرد ما تقلبي خلاص، طالما الدقيق اختفى خلاص كده. اخر مرحله بقى الكيك شيف. الكيك شيف ده يا بنات كاننا بنعمل اسبونج. عارفين يعني ايه الاسبونج؟ بس فرق الاسبونج اللي احنا بنعمله بنحط له محسن، هو ده برضو محسن. هو كانك بتعملي سبونج كيك بالظبط. بصي بقى بعد ما هنقلب ايه اللي هيحصل. شايفين الفقاقيع عامله ازاي؟ بدا يتفاعل بسرعه. في الوقت ده يا بنات تبقي مسخنه الفرن قبلها ب5 دقايق، وتحطي الصينيه بتاعتك على الرف الاوسط بالظبط يا بنات زي ما بقول لكم، ويكون في النص. تمام كده، وهيكون درجة الحرارة 170 180. اهم حاجة بقى، انا في حاجة عملتها مش عايزاكم انتوا تعملوها، لان انا دايما متعودة عليها، بس عشان لو نسيتي خلاص هتحصل معاكي اللي حصلت معايا في الكيكة دي. هي ما باظتش ولا حاجة، طلعت زي الفل. بس انت لو عايزة تتفادي الخطأ ده اعملي اللي هقولك عليه بالظبط. خلاص احنا كده حطينا الخليط بتاعنا، وهنجيب الخلة زي ما انتم ما شايفين كده، وهنبدأ نطلع الفراغات دي. وانا بطنت الصينية بتاعتي بشوية من الزيت وشوية من الدقيق عشان ما تلزقش معايا، وعملت الدواير دي عشان اطلع فراغات الهواء من الكيك بتاعنا. تمام كده، هنحطها بقى في الفرن وهتطلع. انا بصوا بقى انا ايدي بحطها ما بتلزقش ازاي. بصوا الطراوه يا بنات، شايفين الشق الصغير اللي بشاور لكم عليه ده علشان انا بعمل حركه كده في قلب الفرن هقول لكم عليها. لو هتعرفوا تعملوها وما تنسوش زي ما انا بنسى كده اعملوها، مش هتعرفوا يبقى بلاش. بس دي المربى الاول، دي مربى يا بنات انا كنت عاملاها، هنحطها على الوش. هنعملها بقى كيكه بالمربى وبجوز الهند، هتديكي طعم قمه في الجمال. كده كده الشق ده احنا لما نحط عليه المربى هيتدارى. ايه اللي بيحصل بقى يا بنات؟ انا بحطها الاول على اعلى درجه حراره، حلو، 5 دقايق بالظبط او 4 دقايق بالكتير، وبعدين انزل درجه الحراره على 180 او 170. انا بقى نسيت، اعوذ بالله من كلمه، انا سبتها بتاع حوالي اكتر من 10 دقايق و12 دقيقه، نسيت خالص. يعني اول ما افتكرت قلت يا نهار ابيض، ورحت رايحه عشان اقلل درجه الحراره. يبقى انتم من الاول للاخر ما تعملوش الحركه دي، اعملوا زي ما انا ما قلت لكم كده بالظبط. يا تحطوها 160 يا تحطوها 170 يا تحطوها 180. هتقولي يا 160 عشان تستوي براحتها وترتفع براحتها، لان الكيك شيف ده يا بنات هو المحسن بتاعنا.
دي بقى رشه كده من جوز الهند انا حطيتها، وكنت محمصاه زي ايه الرزايه حبه وحبه، ما حبيتش احمصه كله، حبيت اخلي فيه حبه ابيض وحبه ايه يعني محمر كده، بحيث ان هو يديني ايه تكه كده صغيره في الشكل. عايزه تحمريه كله حمريه كله، انا حمرت حبه وحبه تمام كده. وهنبدا نقطعها زي ما انتم ما شايفين كده، قطعيها بقى قطع كبيره قطع صغيره زي ما انت ما عايزه. بصوا يا بنات الطراوه قمه في الجمال. انا وعدكم ان انا لازم اعمل معاكم بنفس المقادير تورتايه من الكيكه دي، قمه في الجمال. بس اللي انا اعرفه ان المحسن مش صحي، سواء الجل او سواء البيكنج، مش البيكنج باودر. البيكنج باودر يا بنات صحي جدا، اللي مش صحي اللي هو المحسن والكيك شيف، لان الكيك شيف هو المحسن بتاعنا اللي هو الجل اللي احنا بنستخدمه في التورت. وبما اننا مش بنكتر قوي من عمايلها فما فيش مشكله، يعني مره كل كام فتره. لكن لو هتستخدميه على طول مش صحي. الصحي يا بنات هو البيكنج باودر للامانه، مواد رافعه فقط في البيكنج باودر. اما الكيك شيف بيستخدموا له محسن زي اللي بيستخدموه في المخابز بالظبط، وزي المحسن الجل اللي احنا بنستخدمه. ان شاء الله هعمل معاكم تورتايه بنفس المقادير قريب، او ممكن يبقى الفيديو الجاي باذن الله، لان انا عندي مناسبه وان شاء الله محتاجه تورته، وبدل ما اعملها لكم بالسبونش العادي اعملها لكم بالطريقه دي. كيكه يا بنات قعدت معايا في الفرن 45 دقيقه من غير ما اولع شوايه ولا اي حاجه. احمرت. لو ما احمرتش معاكي، اول ما تحمر معاكي من الارضيه ولع عليها الشوايه من فوق خفيف خفيف. نسيت اقول لكم يا بنات بقى على الشق الصغير اللي في قلب الكيكه. الشق دوت لان هي دخلت على درجه حراره المفروض تخش على درجه حراره هاديه. انا بعمل بس الخمس دقايق الاولانيين، فلما سبتها عملت قشره من على الوش، واول ما بدات تنتفخ من فوق الحته اللي فوق دي راحت طاقه. هي ده مش معناه ان الكيكه بايظه، هي هشه قدامكم وجميله، بس انتوا لو مش عايزين تشوفوا الشكل اللي هو بتاع شق الكيك ده مش وحش، ما فيهوش اي مشكله. تقدري تعملي اللي انا قلت لك عليه، تحطيها على درجه حراره هاديه تبدا تطلع واحده واحده كلها في نفس الوقت، بدل ما يحصل فيها الشق اللي انت شفتيه ده. تمام كده؟ جربوها يا بنات بالطريقه دي، وانا متاكده مليون الميه ان كل اللي هياكلها من ايديكم هيقول لكم الله على الكيكه. بس ما تكتروش من عمايلها يا بنات بالكيك شيف. وبكده فيديو النهارده يكون خلص، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو منكم، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.